بعد ما خدنا فكرة عن ايه هو الذكاء الاصطناعي بشكل عام، عرفنا يعني ايه artificial intelligence، عرفنا يعني ايه machine learning، عرفنا الانواع المختلفة من الماشين learning، وخدنا كده نبذة سريعة عن الفرق بين السوبرفايزد learning والunsupervised learning، وخدنا عليها شوية امثلة. وكمان اتعرفنا عن البروبابيلتي وكل الماث والستاتستكس اللي ريليتد بالماشين ليرنينج. خلينا النهارده ناخد الخطوه اللي بعدها، وهو ازاي اتعامل مع البيانات لما اجي احب ابني موديل من المودلز بالذكاء الاصطناعي، او موديل في الماشين ليرنينج بشكل خاص. اول حاجه، الخطوات الاساسيه في بناء موديل بالذكاء الاصطناعي او ماشين ليرنينج بشكل خاص، هو ان انا اول حاجه محتاج اجمع داتا. طب يعني ايه داتا، او ايه الداتا اللي انا محتاج اجمعها؟ محتاج تجمع بيانات او فاكتس تكون ريليفنت للبروبلم اللي انت بتحاول تحلها. يعني انت لو عايز تحل مشكله في الريل استيت، عايز تتنبأ باسعار عقارات، فانت بالتالي محتاج تجمع بيانات ريليتد بالعقارات، ويكون ليها الفاكتورز او الحاجات اللي بتؤثر في هذا السعر او في هذا العقار، وكمان يكون معاك السعر. يعني زي مثلا انت عايز تجيب شخص تقول عليه هو خبير في العقارات، فالراجل ده ممكن تيجي تسأله سؤال، تقول له مثلا انا عندي شقة مساحتها كذا، وعدد الغرف اللي فيها كذا، وموجودة في المكان الفلاني. الراجل ده بكل بساطة هيقول لك والله دي تقريبا بيزد اون الانبوتس او الفيتشرز اللي انت قلتها لي، الاوتبوت بتاعي او الليبل هيكون البرايس اللي هو هيكون كذا. اذا معرفته بالبرايس او معرفته بالاجابة راجعة للخبرة المسبقة اللي عند هذا السمسار او عند هذا الشخص. الخبرة المسبقة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيانات حصل لها accumulation بس في مخه على مدار السنين. طيب عايز اعمل شيء يحاكي هذا المخ او يحاكي هذا الذكاء، الذكاء البشري، نعمل بقى ذكاء اصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي بيتدرب ازاي؟ بنفس الطريقة اللي بيتدرب بيها الانسان، محتاج اجمع بيانات. الفرق بس ان الشخص ده احتاج يجمع البيانات دي على مدار سنين، انما الاي اي بس بصيله اكسل شيت او داتا بشكل ايا كان شكل الداتا، يكون فيها الانبوتس ويكون فيها الاوتبوت على مدار مثلا 1000 2000 10000 شقه، يبدا يتدرب عليها، يبدا يستنبط الباترن او النمط من داخل هذه المعلومات عشان يقدر يطلع اجابه. اذا الخطوه الاولى هو الداتا كولكشن، محتاج اجمع بيانات ريليفنت للبروبلم بتاعتي. الخطوه الثانيه هي خطوه اسمها داتا اندرستاندينج. يعني ايه داتا اندرستاندينج؟ يعني افهم الداتا بشكل عام، اعرف مثلا الانسايتس بتاعتي، احلل البيانات دي، افهم انا عندي مثلا كام شقه، الشقق دي موجوده كلها اراوند انه لوكيشن، هل في فاريانس ولا لا؟ يعني مثلا عندي مجموعه من الشقق مثلا في التجمع، وشويه شقق في اكتوبر، وشويه شقق في العاصمه، ولا كلهم اراوند نفس اللوكيشن؟ الافريج برايسز بتاعتهم، الكورليشن ما بين البرايس وما بين المساحه، هل كل ما المساحه بتزيد بالضروره السعر لازم يزيد؟ هل كل ما عدد الغرف بيزيد بالضروره السعر لازم يزيد؟ وابدا اعرف ايه الحاجات اللي بتؤثر على السعر. يعني مثلا لو انت عندك اسم الاونر من ضمن الكولومز بتاعتك او من ضمن الفيتشرز، اسم الاونر بتاع صاحب العقار، هل اسم الاونر وجوده في البيانات هيؤثر على سعر العقار؟ طبعا الاجابه لا. اذا دي من ضمن الفيتشرز اللي انا محتاج اعمل لها ريموفال. فده هيرجع لك من فكره الداتا اندرستاندنج، ان انت بتطلع somehow حاجه اسمها بزنس انسايتس عشان تفهم البيانات بتاعتك بشكل اعمق. بعدين في شق تاني للداتا اندرستاندنج، وهو فهمك للستاتستيكال بروبلمز اللي جوه البيانات دي. هل البيانات فيها اوتلايرز؟ هل البيانات فيها ميسنج فاليوز؟ هنتكلم اكتر باستفاضه في الفيديو ده عن المشاكل الاحصائيه اللي لازم تحلها اثناء هندلتك للبيانات. بعد ما تعمل داتا اندرستاندنج بتبدا تدخل في مرحله اسمها داتا كليننج اند بري بروسيسنج. الداتا كليننج والبري بروسيسنج ده هو بيسموها كده مرحله الغساله. انت بتجيب البيانات دي، بتكون مس او يعني عشوائيه او فوضويه بشكل ما، وبتبدا تعمل لها مرحله الكليننج، ان انت بتشيل منها الفيتشرز اللي مش ريليفنت للبروبلم او ريليفنت للاوتبوت اللي انا منتظره. بتبدا تشوف هل في اوتلايرز ولا لا، بتبدا تشوف هل في دوبليكيتس ولا لا، هل في ميسنج فاليوز ولا لا. تبدا تشوف المشاكل بتاعتك كلها وتحلها، هي دي مرحله الكليننج، انت بتحل المشاكل. بعد الداتا كليننج اند بري بروسيسنج بتبدا تدخل في مرحله اسمها موديل سيلكشن. الموديل سيلكشن هنا عن طريق فهمك لانواع الذكاء الاصطناعي المختلفه وانواع الماشين ليرنينج. زي ما قلنا في الاول، في ريجريشن وفي كلاسيفيكيشن، او اتكلمنا في البدايه خالص في فيديوهات قبل كده عن الفرق بين السوبرفايزد والانسوبرفايزد. تبدا تتعرف ايه هو النوع بتاع المشكله دي، وعشان اخاطب هذا النوع من المشاكل محتاج اخد انه موديل. ومش بس كده، كل نوع جواه اكتر من الجوريثم.
اختياري لاكتر الجوريزم فيهم مناسب بيكون بيزد اون حاجه اسمها تيوننج او تراي اند ايرور. ان انا بعمل ايه؟ بجيب الموديل ده بختاره، ببدا ابصيله البيانات دي وابدا اخليه يدخل في مرحله التريننج، يبدا يتدرب على البيانات دي ويبدا يستنبط انماط منها. اثناء ما انا بعمل بري بروسيسنج للداتا لازم تستقطع جزء من البيانات دي هتسميه تيستنج. جزء التيستنج ده هو جزء انت مش هتدخله للموديل يتدرب عليه، هو جزء انت هتسيبه اوت. الاوت هنا مقصود بيه انه فكره ان هو مش هيبقى موجود من خلال النمط اللي هيطلع اثناء التدريب، هو كأن الموديل ما شافوش قبل كده او كأن الاي اي ما يعرفش عنه اي حاجه. وهبدا اخد الجزء بتاع التستنج ده واديه للموديل اللي اوريدي اتدرب، وابدا اساله الاسئله اللي موجوده في التستنج سيت. لو طلع اجابات شبيهه بالاجابات اللي موجوده عندي، يعني كأن الاي اي بيجاوب اجابه وانا عندي اوريدي الموديل انسر، وببدا اقارن الاثنين ببعض. المرحله دي اسمها مرحله الايفالويشن او مرحله التستنج، ان انت بتشوف الاكيورسي بتاع هذا الالجوريثم اللي انت اخترته من هذا النوع من انواع الذكاء الاصطناعي كان مناسب للبيانات بتاعتك ولا لا. بعد ما تعمل تستنج بتبدا تشوف لو الاكيورسي عاليه بتدخل في المرحله الاخيره وهي مرحله الديبلويمنت، ان انت خلاص هتستعمل اي بي اي من الموديل ده او هتستعمل ما يسمى بالويتس او البارامترز، ان هي مجرد بس كده معاك حاجه بتاخد الانبوتس بتاعتك وهو اللي هيقدر يبريدكت او يجاوب بعد كده. تمام. طيب الاكيورسي طلعت مش حلوه، الاكيورسي طلعت قليله، هتلاقي نفسك واخد الخطوه بتاعت الفاين تيوننج. يعني ايه بقى فاين تيوننج؟ ان انا ارجع تاني واعمل هايبر بارامتر تيوننج للهايبر بارامترز بتاعت الالجوريثم، اعمل داتا كليننج تاني، اغير في الفيتشرز بتاعتي. ممكن يكون في بعض الفيتشرز اللي انا اخترتها ما كانتش مناسبه، يمكن يكون في فيتشرز انا عملت لها دروبنج كانت هي الانسب، ممكن تكون الداتا مش كافيه ومحتاج اجمع بيانات اكتر، وبتفضل تعمل في السايكل دي لحد ما توصل ان انت تطلع اكيورسي مناسبه للاي اي بتاعك. بعد كده خلاص خلصت الكلام ده بتدخل في مرحله الديبلويمنت، ان بعد كده خلاص بقى عندك تقدر تاكستراكت او تكسبورت اي بي اي من الشغل بتاعك، ياخد انبوتس ويبدا يطلع اوتبوت، وخلاص تبدا تستعمله في الباك اند بقى بتاع ويب سايت، يبقى موجود في الباك اند بتاع موبايل ابلكيشن فلاتر، يبقى موجود في ايا كان الباك اند اللي موجود فيه. خلاص انت بتستعمل بعد كده هو الفايل الاكستراكتد ده اللي هو بيكون اسمه ويتس او بارامترز.